السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كل عام وانتم بخير. النهارده انا جايه لكم فيديو جديد، هنعمل تحليه خفيفه كده وبسيطه ومختلفه في رمضان. دي عباره عن مهلبيه كاستر بالجيلي. مقاديرها 3 كوبايات لبن على البارد، لبن ساقع يعني. هنضيف عليهم نص كوبايه سكر، وكمان 3 معالق كاستر هرميين، كاستر بواكي او كاستر من العلب الجاهز زي ما انتوا عارفين. وندوبهم كده كويس قبل ما نرفعهم على النار. ندوب كده التكتلات، ما نخليش فيها اي تكتلات خالص، عشان تبقى كده المهلبية ناعمة وحلوة كده في الكاسات. هنرفعها بعد كده على النار، هيقلب معانا باللون الاصفر. طبعا الكاستر بيدي لون اصفر لو انت اول مرة هتعمليه بالشكل ده. ندوبها كده وتعمل كده معانا مهلبية كده خفيفة. نفضل ندوب كده بيها فيها بالمضرب عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. خلاص كده ربطت معانا وادتنا القوام ده. هنجهز بقى الكاسات بتاعتنا ونصبها فيها. طبعا بيبقى نص الكاس مهلبية، والنص التاني هنضيف عليه الجيلي، نخلي مكان للجيلي بالشكل دوت. نفضل بقى نصبها بالمقدار المناسب عشان بعد كده نضيف عليها الجيلي. خلاص بعد كده بنسيبها في التلاجة ما بتجمد. دول باكوين جيلي همت معانا بالفراولة او باي طعم انت عايزاه. باكو الجيلي عليه كوباية مية بتغلي وكوباية مية باردة، وتدوبي فيه باكو الجيلي. بعد كده بتضيف عليه سكر، معلقة او معلقتين سكر. ندوبهم كده على البارد، نفضل ندوب فيهم كده. وبعد كده مش بنرفعهم على النار ولا اي حاجه، هو خلاص كده الطريقه مكتوبه عندك على الباكت بتاع الجيلي. وبنستمر كده في التقليب لغايه لما السكر بتاع الجيلي يدوب معانا. بعد كده بنسيبه بيبرد خالص وبنصبه على كاسات المهلبيه. طبعا هي بردت وسقت معانا في التلاجة. نصبه كده ونخلي شكل الكيس كده معقول الجيلي مع المهلبية. بصراحة مهلبية الكاستر دي طلبت مني كتير، وانا حبيت اجيبها لكم كده تهلية خفيفة وبسيطة ومختلفة كده في شهر رمضان. بس كده يا رب كده يكون شهر كريم كده عليكم وسعيد. وسموا الله وصلوا على الرسول كده عليه الصلاة والسلام، وحطوا لي لايك للفيديو الحلو الجميل ده. خلاص بتضيفي بقى اي فاكهة، عندك موز، عندك فراولة، عندك كيوي، اي حاجة انت بتحبيها ضيفيها على الجيلي. بس لازم يكون الجيلي بارد معاكي، ما يكونش سخن وتحطي فيه الفواكه. بعد كده الفواكه بتبقى بتتسلق فيه وما بتبقاش طعمها حلو. وطبعا مش هتنفع نحطها على المهلبية والجيلي ساخن. هيدوب معانا المهلبية خالص وهيبوظ شكل الكاس. خلاص كده بعد كده بنحطها، طبعا بتجمد في التلاجة وبتطلع بالشكل الحلو ده. بيبقى ألف هنا وشفا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لحسن متابعتكم. بس ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.